فالبيت الذي يذكر الله فيه حقيق بكل خير، تدخله الملائكة بخيراتها وتشرد منه الشياطين بشرورها، ويزداد أهله أجرا. والعاقل لا يريد لبيته إلا الخير. إذا أردت أن تندفع الشرور من بيتك وأن تجلب الخيرات إلى بيتك وأن يحل الصلاح في بيتك، فعليك أن تجعل بيتك محلا لذكر الله. اذكر الله بلسانك عند الدخول وسلم، واذكر الله في بيتك، وصل في بيتك، فإن الصلاة من ذكر الله باللسان والجوارح. صل النافلة في بيتك، واقرأ القرآن في بيتك. اقرأ القرآن واقرأ سورة البقرة في بيتك تطرد الشياطين. اليوم الناس كثير